زي ما عارفين إن البداية هي أصعب حاجة في الفيديو كله، إن أنا بس أبدأ وأتكلم صوتي يطلع دي أصعب حاجة، لكن الباقي كله سهل، بس أبدأ الكلام خلاص. خليني أعترف اعتراف، لو في مندوب عن الصمت العقابي فهيكون أنا. دي أكتر حاجة أنا بعرف أعمل بالي، وأكتر حاجة أنا أعملها بكل سهولة، وأكتر حاجة مؤذية لنفسي وللي قدامي. مش عارفة جايبة الجرأة دي منين، مش عارفة جايبة الشجاعة دي منين، مش عارفة أنا بتكلم ازاي وباقي عيوبي وعايزة محدش يعمل عيوبي. أنا كنت مكبرة جدا، مش بكبر في الغلط بس بدافع عن نفسي بصراحة، ومش بعترف بسهولة إن أنا غلطانة أو إن أنا عملت حاجة. دايما بتعامل على إن أنا عملت إيه، معملتش حاجة، مع إني ممكن عاملة بس. الصمت العقابي ده واحد من أقسى الحاجات اللي ممكن الواحد يعاقب بيها حد، ومن أغبى الحاجات في نفس الوقت. سلسلة الفيديوهات ما كانتش ماشية في الاتجاه ده، ولا دي كانت المواضيع ولا البداية ولا دي الحاجة اللي أنا كنت ناوية أعملها ولا دي الخطة، بس كل حاجة اتغيرت فجأة. أنا قررت إن أنا أتكلم عن عيوبي أول حاجة ومشاكل، عشان هي بتقرقني، عشان هي ممكن حد يقطع الزيت منها، عشان هي محدش يعملها يعني. كل الفيديوهات مش متحضر لها، مفيش سكريبت، مفيش سكريبت. من الآخر أنا مش بتاعة سكريبتات، أشطر واحدة تكتب سكريبت، مش أشطر واحدة تحفظ. ما بحفظ، ما بعرفش أحفظ، عايزة أكون بستهتر باللي هيشوفني، بس شكلي إن أنا لازم أحضر. خليني أعترف بحاجة، الفيديو ده بالنسبة لي أصعب إني أنا أواجه نفسي وأصوره وأتكلم وأنا شايفة نفسي. الفيديو ده فيه واحد من أكبر عيوبي وأكبر مشاكلي وأكبر حاجة بتبوظ العلاقة بيني وما بين أي حد. فصعب بالنسبة لي شوية إن أنا أكون قاعدة كده وبتكلم وشايفة نفسي ومواجهة نفسي، عشان الموضوع تقيل شوية عليا إن أنا حتى أقوله أو أعترف بيه. أنا معترفة بيه ما بيني وما بين نفسي وعارفاه، بس إن أنا يبقى عندي الشجاعة الكافية إن أنا أطلع كده وأقول إن ده عيب فيا وإن محدش يعمل كده وإن دي حاجة وحشة ودي حاجة غلط، وأنا مش قادرة. فأنا هاخد شوية لقطات وهسجل الكلام اللي أنا عايزة أقوله. اللي أنا عايزة أقوله هو عيب شخصي، عيب فيا أنا، فأنا بتكلم عن نفسي مش عن حد تاني. يمكن أكتر حاجة كنت بعملها وأنا مش واخدة بالي إنها مؤذية هي الصمت. كنت لما أتضايق أسكت، هسيب الطرف التاني يحاول يفهم لوحده، يحل من غير ما أتكلم أو يستنى كلمة مني مش بتطلع. وكنت فاكرة إن السكوت حماية لنفسي وحماية لكرامتي وحفظ لطاقتي وراحة من التعب بتاع العتاب، بس الحقيقة هو كان عقاب مغلف بالهدوء، كان بيكسر اللي قدامي. دلوقتي لما بقيت أشوف الموقف من بعيد فهمت إن الصمت العقابي مش قوة، ده ضعف في التواصل وخوف من المواجهة، وطريقة بتهد علاقة ممكن كانت تستحق إنها تكمل. أنا بقول ده عشان أراجع نفسي، وعشان لو في حد بيسمعني يعمل كده هو كمان، ويفكر قبل ما يخلي حد يحترق في صمت. أنا بتعلم ولسه بتغير، بس لو في حاجة علمتهالي التجربة فهي إن اللي بيحب لازم يتكلم حتى لو بصوت مكسور، اللي بيحب بيتكلم حتى لو بصعوبة، حتى لو بكلمة واحدة. فلو بتتعاقب بالصمت صدقني دي مش حاجة تتقبل، ولو بتعاقب بالصمت فصدقني برضو دي كمان حاجة ما تتقبلش. لو بتستخدم الصمت كوسيلة ضغط فكر، هل فعلا بتحب ولا بس عايز تكسب حتى لو الطرف التاني بينكسر قدامك؟ في فرق كبير بين انك تسكت عشان تهدى وبين انك تسكت علشان توجع. الصمت ساعات بيبقى سلاح، مش بيقوي العلاقة، بيدبحها، مش بيريحها، بيعلق الطرف التاني في الفراغ، ما يعرفش هو غلطان في ايه او المفروض يعمل ايه علشان ترجع له صوتك. الصمت العقابي مؤلم لانه مش بس بيخلي الشخص يحس بالوحدة، ده كمان بيزرع جواه شعور بالذنب، بالرفض، بانه مش كفاية. انا عن نفسي كنت بسكت عشان كنت استخبى، كنت بحمي نفسي من الطاقة اللي ممكن حد ياخدها مني لمجرد اني اخد وقت وابدأ اعاتب اللي قدامي. فبتعامل على اني ما عملتش حاجة، بتعامل على اني ما اخدتش اي رد فعل قصاد كل الافعال اللي بتلقاها من اللي قدامي.
فبسكت. الطريقة دي مش مريحة، مش حلوة. الإنسان أساسا بيحتاج إنه يسمع صوته، بيحتاج إنه ما يبقاش محبوس جوه دماغه، ما يبقاش حاسس إنه في صندوق مش عارف يطلع منه. مهما حاول بيبقى قاعد بيحارب نفسه جواه، وكل اللي جواه اللي المفروض يطلع بره ويطلع للشخص اللي أذاه هو بيفضل كاتمه وبيفضل حبسه وبيفضل في صراع مع نفسه، كأنه فعلا حرفيا جوه بوكس مش عارف يخرج. الصمت العقابي هو واحد من أسوأ وأغبى الحلول اللي ممكن حد يفكر إنه يلجأ لها، حتى وإن كان هدفك إنك تحمي نفسك، وحتى إن كانت طاقتك على قدك وما عندكش طاقة إنك تواجه وتتكلم وتعاتب وتقول اللي جواك. بس اعمل كده عشان لما تمشي تبقى ماشي وانت ضميرك مرتاح. الصمت مش إنك تعدي المواقف وتعدي الأفعال وما تاخدش رد فعل ناحيتها وتعبر عنه وتاخد رد فعل جوه نفسك وتسكت. متعملش كده. خد رد فعل وعبر عن رد الفعل وقول الكلام اللي جواك، قول اللي انت عاوزه، قول اللي انت حاسس بيه. ما تخليش اللي قدامك يبقى حياته كلها علامات استفهام عن أجوبة المفروض كانت تطلع منك انت. ما تخليش اللي قدامك تبقى وجهة نظره عنك هي علامات استفهام. هو مش عارف انت عايز ايه، هو مش عارف انت بتعمل ايه، هو مش عارف انت عملت كده ليه. الصمت العقابي مش حل ولا ممكن يكون حل، هو حاجة بتهد مش بتبني، ولو بتبني فهي بتبني حواجز وأسوار عالية قوي ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك. هو ظلام دامس بينهش في قلب صاحبه، لأن انت بتبقى محتاج مساعدة، بس بدل ما تنطق وتقول أنا محتاج مساعدة، أنا زعلان من كذا كذا، أنا قلبي موجوع ومحتاجة أتكلم، بتختار تسكت، وفي اللحظة دي بيتحول الصمت العقابي لظلام دامس بينهش في قلب صاحبه. ده غير العلاقة اللي بيهدها والأذى للشخص الآخر. تحاول تخرج منه لكن تعودك عليه بيمنعك وبيغلبك في كل مرة تحاول. لكن هتيجي مرة وهتنجح وهتتكلم وصوتك هيطلع وهتختار انك تواجه. وقتها مش هيستحملك ولا يكمل معاه غير اللي عايزك بجد وغير اللي انت ضيرت عشانه من قلبك وبإرادتك. انت قررت تكسر حلقة الصمت، وقررت ان الصمت العقابي ما يبقاش اسلوبك، وقررت تتغلب على عادة سيئة فيك. أنا عن نفسي قررت، ومش بس قررت، أنا كمان جربت وكسرت الصمت العقابي. أي نعم وقتها بالفعل خسرت اللي قدامي، بس وقتها عرفت إن أنا كسبت نفسي، وعرفت إني لما اتكلمت الكلام بين لي مين هيبقى معايا بجد ومين هو اللي أي كلام، مين اللي بيتحامى في الصمت العقابي اللي انت بتعمله، مين اللي بيغلطك بيه وبيشاور عليك وبيقولك انت اللي ساكت، انت اللي مش بتتكلم. اتكلم، اتكلم عشان لما تتكلم اللي مش قد كلامك هو اللي هيختفي. اتكلم عشان لما تتكلم كلامك هيعرفك مين فعلا في حياتك يستاهل يكون موجود ومين هو اي كلام ما يستاهلش يكون موجود. اتكلم عن حقك وطالب بحقك. الصمت العقابي بيأذيك قبل ما بيأذي الشخص اللي قدامك. الصمت العقابي بيهدك من جواك قبل ما بيهد الشخص اللي قدامك، وهو مؤذي للطرفين، هو مش حلو للطرفين. وهي حاجة أنا فعلا كنت عملتها سنين ومع ناس كتير حتى أقرب الناس ليا. بس الصمت العقابي ده ما ينفعش يبقى حل وما ينفعش يبقى أسلوب بني آدم بيتعامل بيه مع اللي حواليه، خصوصا إن كانوا إخواته أو أهله، خصوصا إن كان حد بيحبه، خصوصا إن كان حد من صحابه القريبين. مش أول ما تزعل تهرب. الكلام ده بقوله لنفسي مش بقوله لحد بجد، بس أنا محتاجة أسمعه ومحتاجة كمان إني أحس إن في حد تاني سامعه. مش عايزاه يأثر فيا بس، ومش عايزة أنا بس اللي أخد القرارات دي، مش عايزة أنا بس اللي يبقى عندي الحماسة إن أنا أتغير وأكسر عادة سيئة. أنا عايزة ألهم الناس، أنا عايزة ألهم ده كمان لناس تانيين، وعايزة فعلا ألاقي ناس معايا تكسر عاداتها السيئة. محدش كامل وكلنا بنعاني وبنجاهد وبنحاول، بس الحلو إن احنا نكون جماعة مع بعض في رحلة مشتركة، رحلة تنقلنا من عادات سيئة لعادات كويسة، ومن حياة رديئة لجودة حياة ممتازة نفتخر بيها. وده هدفي وده اللي نفسي أعمله وده اللي نفسي أحققه. إني مش بس أتغير، لإني كمان أقدر أغير وكمان أقدر أأثر، مش بس في نفسي ومش بس على مستوى اللي حواليا. بعد كده هكون محضرة، بعد كده هكون عاملة سكريبت. العشوائية دي بإذن الله تنتهي قريبا، بس I don't know how it's work but when I know دغدغ بين
حتة اختتامية كده، أنا منى الجواد كنت بسكت بس دلوقتي قررت أتكلم حتى لو بالعافية.